السلام عليكم، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة عيش التورتيا او الاسم الاشهر ليه والمتعارف عليه يعني عيش التورتيلا او عيش الشاورما. العيش ده منقذ جدا بالنسبة لي لان بيليق عليه اي حشوة زي الكفتة زي الشاورما زي الفاهيتا، حتى لو حشيتيه بطاطس محمرة بس مع شوية مخللات وشوية صوصات بيكون طعمه حلو قوي، لان العيش نفسه كفيل ان هو يخلي اي حشوه طعمها متميز. وكمان بستخدمه جدا في وجبات الفطار، بعمل بيه وصفات بطعم وشكل مختلف جدا، لان في ناس كتير بتفضل ان هي تشتريه من بره وبتستصعب جدا طريقه تحضيره رغم ان هي بسيطه وسهله. وكمان الحلو انك تعمليه في البيت علشان تعملي كميه كويسه وتحطيها في الفريزر، هتنفعك في اوقات كتير. بس قبل ما نبدا الوصفه حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه علشان نحضر عجينه ناجحه هنحتاج 3 كوبايات ونص من الدقيق، نص كوبايه من دقيق الذره الاصفر، معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقتين كبار ممسوحين من السكر، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. هنقلب المكونات الجافه دي مع بعض كويس، وهتكلم شويه في تفاصيل المكونات اللي انا قلتها علشان اقول لكم ايه الاساسي اللي فيها وايه اللي ممكن تستغنوا عنه. بصوا، هي المكونات الاصليه لعيش التورتيه هي الدقيق الابيض والملح والبيكنج باودر والسكر، لكن دقيق الذره واللبن البودر ده اختياري، بس خليني اكون صريحه معاكم بيودي العيش في حته تانية خالص. لكن دقيق الذره الاصفر بيفرق في قوام العجينه وبيفرق جدا جدا في لونها وطعمها وريحتها وهو بيتخبز. اما بقى اللبن البودر فبيودي طعم العيش في حته تانية خالص. لكن لو هم مش متوفرين عندكم استخدموا المكونات الاساسيه للعجينه وان شاء الله هتطلع معاكم حلوه جدا. انا وزعت الدقيق في اطراف الطبق كده وعملت فراغ في النص، ونزلت بتلت كوبايه من الزيت وكوبايه من الميه، بس الميه تكون دافيه يعني، ولا هي بارده قوي ولا هي سخنه قوي علشان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. وهنزل بالدقيق من الجوانب كده على السوائل اللي احنا حطيناها، وهقلب الاول بالمعلقه لغايه لما العجينه تتلم كلها مع بعض الاول. طبعا زي ما انا متعوده في اي عجينه بعملها ما بنزلش بكميه الميه كلها مره واحده، بنزل بشويه شويه علشان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. بس انا على الكميه دي استخدمت كوبايه من الميه. وعلى فكره لو انتم مش هتستخدموا نص كوبايه دقيق الذره يبقى هتستخدموا 4 كوبايات من الدقيق الابيض العادي بدل 3 كوبايات ونص. انا هنا بقى حطيت شويه دقيق على رخامه ونزلت بالعجينه علشان اعرف اعجنها براحتي، ما بعرفش اخد ودي معاها كده وهي في الطبق. انا ما حبيتش استخدم الستاند ميكسر لان العجينه دي سهله جدا وبسيطه، وكمان بتتلم بسرعه يعني ما بتاخدش معاكي وقت خالص. لان من اول اسباب نجاح عيش التورتيه انك لازم تطلعي عجينه ناجحه جدا، لازم تفضلي تعجني زي ما انا بعمل كده لغايه لما توصلي لقوام عجينه يكون طري وناعم بس مش بيلزق. وانت بتعجني لو لقيت العجينه طريه قوي وبتلزق في ايدك ومش عارفه تلميها، هتحطي شويه دقيق صغيرين بشويه صغيرين لغايه لما العجينه تلم معاكي ويكون قوامها ناعم بس مش بيلزق زي اللي انتوا شايفينه ده، علشان ده اللي بيطلع العيش ناجح جدا. وطبعا سبب ان العجينه طالعه لونها حلو قوي كده هو دقيق الذره. وبعد ما الم العجينه احطها في طبق واغطيها واسيبها ترتاح لمده نص ساعه. العجينه دي كل ما سبتيها ترتاح كل ما هتريحك انت وانت بتفرديها بعد كده. العجينه بعد ما ارتاحت هرش رخامه بشويه دقيق. طبعا العجينه حجمها مش بيزيد لان هي ما فيهاش خميره، احنا بس كنا بنريحها. والعجينه هعملها على شكل رول علشان اعرف اقطعها لقطع صغيره ويكون حجمها متساوي. وطبعا حجم العيش هيكون حسب انت هتحشيه ايه، بس انا هعمل باحجام مختلفه علشان اوقات بحتاجه في الفطار واوقات بحتاجه في الغداء، فبحتاج منه احجام مختلفه يعني شويه صغير وشويه كبير. وبعد ما قطعت العجينه هاخد كل قطعه كده واكورها كويس لغايه لما يكون شكلها متساوي وملمسها ناعم، وهرصهم على صينيه واغطيهم واسيبهم يرتاحوا تاني لمده 10 دقايق. وبعد ما العجينه ارتاحت لازم قبل ما افردها احط شويه دقيق كده كويسين، يعني مش شويه صغيرين لا شويه كده كويسين، علشان تاخدي راحتك وانت بتفردي العجينه وما تلزقش منك في الرخامه، وعلشان قطعه العجينه تاخد معاكي الشكل الدائري بسرعه من غير ما تتعبك. طول ما انت بتفردي العجينه خلي النشابه في الجزء اللي في النص بس من العجينه، بلاش تيجي عند الاطراف. وكل ما هتحركي العجينه برضو علشان تفردي هتخليكي في الجزء اللي في النص، يعني ما تجيش عند الاطراف خالص علشان تاخد معاكي الشكل الدائري ده من غير ما تضطري ان انت تسويها باي حاجه. وطبعا لو عندك الرول الصغير ده هيساعدك جدا في الفرد، بس ما ينفعش تستخدميه في الاول، لازم تفردي بالنشابه شويه وبعدين تبداي تستخدميه. لكن لو انت ما عندكيش الرول الصغير ده والعجينه بتاعتك ناجحه تقدري تمسكيها زي ما انا بمسكها كده وهتفرديها على ايدك ومش هتتقطع منك ابدا علشان العجينه بتاعتك ارتاحت كويس. لكن لو انت شايفه ان الموضوع صعب عليكي وما بتعرفيش تتحكمي في العجينه وتشيليها من على الرخامه، يبقى هتفردي قطعه العجينه دي في الطاسه اللي انت هتسوي فيها على طول. لكن صدقيني لو العجينه بتاعتك ناجحه مش هيكون صعب عليكي ابدا انك تشيليها وتحركيها وتفرديها بايدك من غير نشابه ولا اي حاجه. وكمان علشان تطلعي عيش ناجح وانت بتفردي العجينه بلاش تخليها سميكه يعني تخينه، علشان نوعيه العيش دي بتتلف رول فما ينفعش يكون سميك. وكمان بلاش تفضلي تفردي فيها لغايه لما تكون خفيفه وشفافه علشان ما تنشفش منك على النار وتبقى رقاق. نيجي بقى لمرحله التسويه، الطاسه تكون سخنه وسط والنار هاديه جدا قبل ما نحط عليها العيش. وكمان التسويه الصح لعيش التورتيلا ان هو بيتشمع او بياخد نص تسويه اول ما تظهر فقاقيع صغيره او بابلز كده صغيره على الجنب ده بقلب العيش على الجنب التاني. والتسويه الصح لعيش التورتيه علشان يطلع طري ان هو يكون اشبه بالعجينه النيه شويه
يعني المفروض بتشيليه من على النار اول ما يتشمع، او اول ما تظهر الفقاقيع الصغيره دي ما تشيلهوش من على النار قبل ما الفقاقيع دي تظهر. والفقاقيع دي ممكن تاخد معاكي لون ذهبي فاتح، بس ما تسيبهاش تغمق عن كده علشان هينشف ومش هيطلع ناجح معاكي خالص. ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، بلاش يغمق عن كده. وكمان مش صح ان عيش التورتيه يحصل فيه فقاقيع كبيره او يتنفخ زي العيش اللي بيكون فيه خميره، لان العيش ده مصمم ان الطبقتين يكونوا لازقين في بعض علشان يتلف رول، فهو لو اتنفخ هيكون في حاجه غلط. الشكل اللي انتوا شايفينه ده هو الشكل الصح لعيش التورتيه، ان هو بيحصل فيه فقاقيع صغيره مش كبيره وما بتتنفخش قوي. وانا بسوي العيش في جنبي فوطه بحط عليها العيش اول ما بيخلص وبغطيه علشان اضمن ان العيش هيفضل طري معايا فتره طويله وما ينشفش ابدا. وهو ده بقى شكل ولون عيش التورتيه الناجح المظبوط جدا. والمقادير اللي انا عملتها طلعت كميه عيش حلوه جدا. هو ده الشكل النهائي لعيش التورتيه لما بيكون ناجح، قوامه مظبوط وكمان طري، تقدري تشكليه زي ما انت عايزه. شكله كمان طالع دائري ومتساوي جدا من غير ما نعمل فيه اي حاجه. وكمان تقدروا تحطوا اكياس بلاستيك بين كل طبقه والتانيه وتحفظوه في الفريزر بجد كده وبدون اي مبالغه. وبصراحه ما فيش اي وجه مقارنه ما بينه وبين العيش اللي احنا بنشتريه من بره، ده احلى بكتير. ريحته كانت قلب الدنيا، لان العيش لما انت بتعمليه في البيت بتخدميه صح فاكيد هيكون احلى. بجد جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه من اول مره. كده وصفتي معاكم النهارده خلصت، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم، ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده، اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.